ينتهي كل شيء. احتفل بينوشيه بعيد ميلاده في تشرين الثاني نوفمبر بعد أن كان قد أوقف لقاءات سيرجيو هاربا مع المعارضة. كانت تنازلات هاربا الصغيرة أي النشاط السياسي المحدود وعودة المنفيين ونهاية الرقابة على الكتب كثيرة على الجنرال، لذا وضع حدا للحوار. لا، لم تكن هناك نتيجة. كان الأمر محبطا جدا. لن يتغير النظام مطلقا، وهاربا أصبح مهملا كسياسي لا أهمية له. في الواقع نقلت سلطة الحكومة إلى أيد أكثر قسوة. كانت مجموعات المعارضة ساذجة حين ظنت أن بينوشيه قد يقبل بالمفاوضة لينهي سلطته. لم يكن المتظاهرون قد أضعفوا قوة قبضة الديكتاتور، لكنهم أظهروا لبينوشيه أنه لا يمكن سحقهم بالقوة، وأنهم فتحوا مجالا سياسيا كانوا سيستعملونه لينظموا أنفسهم ضده. في أواخر تشرين الثاني نوفمبر سنة 85 حضر نصف مليون شخص أكبر تجمع سياسي في تاريخ تشيلي. تكلم جابرييل فالديز باسم 11 حزب معارضة والكنيسة الكاثوليكية. الوفاق الوطني تم تشكيله لقيادة انتقال غير عنيف نحو الديمقراطية. حذر فالديز قائلا: إن لم ندعم الوفاق الوطني فنحن متجهون نحو الحرب الأهلية. في أحياء تشيلي الفقيرة كانت حرب منخفضة الحدة قد بدأت. هنا كانت المصاعب أشد وطأة، ممهدة الطريق للأحزاب الشيوعية والماركسية في البلاد. العديدون لم يحملوا الأسلحة، لكن إيديولوجية الثورة العنيفة لاقت بعض الأصداء. اعتبر النظام الأحياء الفقيرة أرضا عدوة. جمع الشبان في الأحياء الفقيرة واستجوبوا في المدرجات والحقول، ونقلوا إلى السجون من دون محاكمات. اختفى المئات منهم من دون أثر. كانت انتهاكات بينوشيه لحقوق الإنسان قد أقحمت الكنيسة الكاثوليكية في النزاع، وهي غالبا ما كانت متحفظة. لم يتخذ رجال الدين أي موقف سياسي، إلا أن الكنيسة اعترضت على التعذيب والقتل والاختفاء، وبدأت تنادي بالوسائل اللاعنفية. إن استعمل المرء العنف فيجب أن يملك القوة ليدافع عن نفسه. إنما يفرض بالعنف يستوجب الدفاع عنه بالعنف. لهذا نقول إن العنف هو قوة الضعفاء، لأنه ليس لديهم الحجج ولا السلطة المعنوية. إذا ما يتحقق بالعنف يستوجب الدفاع عنه بالعنف. اتخذت التظاهرات الشهرية منحى العنف عندما بدأ المتطرفون يواجهون الشرطة، مقدمين لبينوشيه الذريعة الكافية لقمع كل المعارضة. كثيرون انتقدوا الفصائل التي تشكلت في البداية على وسائلها اللاعنفية. في تلك الظروف حين يقمع الناس بالعنف، بالطبع هناك من يظن أن الطريقة الوحيدة لمواجهة العنف هي بالعنف، لكن في مفهومنا لم يكن ذلك من شأنه أن يؤمن لنا النجاح مطلقا. في نهاية صيف سنة 86 أصبح ماثلا احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة. كشفت الاستخبارات التشيلية عن مخبئ أسلحة في الصحراء الشمالية، وتعقبوه إلى مجموعة مقاتلة تابعة للحزب الشيوعي التشيلي. أظهرت الأدلة أن الأسلحة قادمة من كوبا، وقال بينوشيه أن ذلك يثبت أن خصومه يعدون لثورة.
بعد أسابيع قليلة هاجمت العصابات المدججة بالسلاح موكب الجنرال بينوشي على طريق جبلية نائية، وقالت وكالات الأنباء الحكومية أن 5 حراس تابعين للرئيس لقوا حتفهم، لكنها لم تذكر بينوشي. بعد 4 ساعات ظهر الدكتاتور على التلفزيون ليصف الهجوم. بدا غير متأثر بنجاته بأعجوبة، وعاد إلى القصر الرئاسي بتبجحه المعتاد. كان من شأن ذلك الحادث تعزيز صورته كشخص لا يقهر. أصبح الجميع عالقين بين المطرقة والسندان. هل نتوجه نحو صراع مسلح حقيقي كما شاهدنا في أمريكا الوسطى مع الأعداد الهائلة من القتلى ونسبة المعاناة التي رافقتها، أم هل نبحث عن وسيلة أخرى؟ وهو أمر يكتنفه الغموض الشديد، وهكذا بدأ البحث لإيجاد طريقة تؤمن مخرجا من هذا الطريق المسدود. تطلب دستور بينوشي استفتاء عاما سنة 88 يمنح التشيليين الحق بالتصويت بنعم أو لا على 8 سنوات إضافية من الحكم العسكري. كانت عزلة بينوشي وثقته المفرطة بالنفس توحيان له دائما بأنه سيفوز، لكن بعد 5 سنوات من التنظيم رأت المعارضة السلمية بصيصا من الأمل. عرفنا أنه لو كان بينوشي سيبقى في الحكم فسيكون هناك استفتاء عام ليقول الشعب نعم أو لا. فقلنا لو أعددنا أنفسنا فسنهزم بينوشي بقولنا لا. فقلنا كيف سنثق بأن الدكتاتور الذي كان يفعل كل تلك الأمور وهو من سيعد الأصوات سيعدها كما هي؟ أدركنا بعدها أنه ليس لدينا وسيلة أخرى، فعزمنا على الذهاب في ذلك الاتجاه وتهيئة كل الظروف لتفادي أي غش. توجه آلاف المتطوعين إلى الريف في حملة من بيت إلى بيت لإقناع سكان تشيلي بأن بوسعهم قول لا من دون خوف من الانتقام، وأن النتائج لن تزور. لكنهم لم يلقوا سوى الشك وقلة الثقة. بغية إضفاء مظهر من التصويت العادل سن بينوشي والجنرالات قوانين انتخابات جديدة. أي حزب معارض قد يجمع 35,000 توقيع يسمح له بالحصول على مراقبين للاقتراع، وكان ذلك عاملا مهما لتفادي التزوير، ويمنح 15 دقيقة من الظهور التلفزيوني كل ليلة طوال 4 أسابيع قبل التصويت. قلت للشعب إن سجلتم أسماءكم فسأظهر على التلفزيون، ويوم أظهر على التلفزيون سأقول لبينوشي أن يتنحى. وأول شيء أريد قوله لك سيد بينوشي. بعد أن حصل حزب لاغوس على الترخيص نال فرصته عندما ظهر على شاشة التلفزيون في برنامج تحليل إخباري مشهور. كان يحمل قصاصة من صحيفة كتب فيها أن بينوشي قال إنه لن يكون مرشحا في الاستفتاء العام. وتقول إنك تعد البلاد ب8 سنوات إضافية من العذاب والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان. بالنسبة إلي ليس مقبولا أن تشيليا يرغب بالسلطة لهذا الحد ويصر على التمسك بها مدة 25 سنة. إثر هذا الأداء الشجاع أصبح ريكاردو لاغوس مشهورا بين ليلة وضحاها، وكان هذا يؤذن بأهمية التلفزيون في حملة لا المقبلة. كانت حقوق الإنسان نقطة الضعف عند بينوشي، وجهزت حملة لا لبرامج تلفزيونية تبرز التعذيب والموت والسجن. لكن المستشارين السياسيين الأمريكيين نصحوهم بأن التفكير بمخاوف الماضي قد يضعف اهتمام الناس. لقد طوروا حملة موجهة نحو المستقبل. كانت حملة ركزت على مسائل المعيشة اليومية، وكانت حملة فاجأت فعلا نظام بينوشي ومؤيديه إلى أقصى حد حين بثت بشكل مباشر في الليلة الأولى من الأيام 30 للحملة. Porque sin la dictadura